السلام عليكم يا جماعة، معكم محمد مجدي من قناة مراجعة أفلام ومسلسلات، وجيت النهاردة أحذركم من تجربة مرئية. فيلم اسمه أمان يا صاحبي، لا هو فيلم ولا هو أمان ولا هو صاحبي حتى. قررت أشوف الفيلم على أساس إنه حاجة تضحك، طلع حاجة تخليني أراجع كل اختياراتي في الحياة. يلا بينا نغوص في أعماق هذا الكارثة السينمائية. بس قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو ولايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الفيلم بيبدأ بإيه؟ بأغنية طبعا، محمود الليثي وسعد الصغير داخلين علينا بأغنية من النوع اللي يخليك تقول هو ده فيلم ولا حفلة عيد ميلاد في قاعة أفراح. مفيش تقديم شخصيات، مفيش قصة، بس في ناس بترقص وكاميرا بتلف حواليهم كأن المصور كان بيجري وراه فراشة. بعدين نعرف إنهم مطربين شعبيين فقراء. طب جميل، بس ازاي اتنين غلابة عندهم بدل بتلات قطع وكرافتات مرصعة بحجر أزرق؟ القصة بتاعت الفيلم بقى لو نقدر نسميها كده بتحكي عنهم وهما بيحاولوا يوصلوا للشهرة. يعني لو المفروض إن في صراع درامي، بس الحقيقة إن الصراع الوحيد في الفيلم هو بين دماغك والمناطق. مرة تلاقيهم بيغنوا في فرح، ومرة تانية بيتخانقوا مع الرقاصة، ومرة تالتة بيجروا ورا واحد اسمه عم حنفي اللي شكله نازل من الفيلم تاني أصلا. الحوار أنا هغني يا صاحبي، لا احنا الاتنين نغني يا صاحبي، وده بيعتبر حوار عميق بالنسبة لباقي الفيلم. في واحدة اسمها دولي المفروض تبقى رقاصة بتحب أحد الأبطال، بس مش فاهم هي بتحبه ليه، لأنه غنى في فرح وكان لابس بدلة فوشيا. وفي بلطجي لازم يبقى في بلطجي ده قاعد في الأفلام دي، بس البلطجي ده عنده لحظات رومانسية غريبة. فجأة تلاقيه بيقول أنا شرير بس قلب أبيض يا دولي. يا جماعة ده مش فيلم، ده تجربة اجتماعية. الفيلم بينتهي من غير نهاية حقيقية، يعني فجأة بيكسبوا الشهرة وبيرقصوا وبس، مفيش تطور شخصيات، مفيش ذروة درامية، مفيش حتى مشهد يخليك تقول اه والله. النهاية الوحيدة الحقيقية هي إن الفيلم خلاك تقول أنا ضيعت ساعة ونص من عمري ومحدش هيعوضهم. نهاية الفيديو بقى خلاصة في فيلم أمان يا صاحبي، هو بالظبط زي اسمه، بيطمنك في العنوان ويخونوك في المحتوى. لو عايز تتفرج على حاجة تضحكك من كتر ما هي غريبة ممكن تشوف الفيلم ده، لكن لو بتدور على قصة تمثيل أو أي نوع من الفن اهرب اهرب وانت بتجري. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وقولي في التعليقات ايه رأيك، ايه أكتر فيلم مصري شوفته وقلت هو أنا اتعقبت ولا ايه. أنا محمد مجدي وأشوفكم في كارثة سينمائية جديدة قريبا، ودي قناتي مراجعة أفلام ومسلسلات. سلام.